مساء الفل يا ست الكل. غسالة اطباق فريش، اول مرة نشغلها هقول لكم تعملوا ايه، تاخدوا بالكم من ايه اللي تعملوه وانتوا بتشغلوها لاول مرة. تعالوا بينا نشوف. قبل ما اشرح لكم البرامج وكل برنامج وظيفته ايه ودرجات وكل التفاصيل دي كلها انا هشرحها لكم بالتفصيل، بس الاهم من ده كله الغسالة من جوه، لان المشاكل كلها بتبقى من جوه. اول حاجه يا ست الكل، ده مكان المسحوق. طبعا المسحوق هنا او القرص عندنا مستويين، هنا مستوى 15 ومستوى 25. طبعا لو المواعين كتير بتحطي كميه مسحوق كتير شويه، لو المواعين في المعتاد بتحطي مسحوق قليل. بلاش تكتري من عندك عشان ده بيعمل مشاكل في الكوبايات وبينقرها. عندنا هنا الملمع او اسمه مساعد الشطف او الزيت، بيتحط في المكان ده. طيب في واحدة هتقول انا بستخدم قرص، مفيش مشكلة. احنا في جميع الاحوال لاول مرة بتشغلي غسالة الاطباق لازم هتحطي ملح وملمع. اول مرة هنعبي هنا، نحط القمع هنا ونحط الملح. حتى لو اول مرة، يعني حتى لأول مرة لو هستخدم اقراص، أول مرة هتشغلي الغسالة لازم تعبي تانك الملح، تقريبا هياخد معاكي كيلو ملح. طيب يبقى تعبي ملح لأول مرة وتعبي الملمع بشكل كامل. وبعدين عايزة بقى تستخدمي قرص براحتك، عايزة تستخدمي مسحوق بودر براحتك. طب لو هتستخدمي قراص خلاص، حبيت الملح مرة واحدة خلاص، ما تعبيش تانك الملح تاني. حتى لو لمبة الملح منورة مفيش مشكلة، سيبيها منورة مش هتعمل لك أي مشاكل. بس بقى لو عندك عصر مية وانت بتستخدمي اقراص يبقى لازم تحطي ملح مع الاقراص عشان خاطر تعالجي التكلسات اللي بتحصل في المية والأملاح اللي فيها. نشوف بقى. طبعا تاخدي بالك والتانك الملح ده يتقفل كويس جدا، وانت بتحطي ملح مفيش نقطة ملح تيجي هنا. زائد اول ما تحطي ملح تشغلي دورة غسيل فورا، ما تستنيش لتاني يوم. ولو مش هتشغليها شغليها دورة بسيطة اللي هو ربع ساعة او نص ساعة. تتأكدي لأول مرة طبعا ان الرشاط بيتفك ويتنضف تحت الحنفية. طبعا المية تدخل هنا ويتسلك بسلاكة ويتركب كبس الرشاش العلوي. طبعا ده بيطلع وبينزل، انا هشرح لكم فيديو ازاي يطلع وينزل. هنا نفس الكلام، بيتفك كده شمال ويتنضف ويركب تاني كده، والربط يمين. دول بيطلعوا وينزلوا كده، بتسندوا عليهم كاسات او بتحطوا كاسات صغيره فوق، والاغلب بيتسند عليهم الكاسات. عندنا هنا فوق سنون بتتني، تستخدميها على حسب الاطباق والكاسات. لو في بولات صغيره بتتنيها وتحطي البولات كده من فوق. تمام. تحت الرف ده تمام وثابت، هنا مفيش بقى سنون بتتني. الرف السفلي مفيش سنون بتتني، ولكن الناحيه دي واطيه شويه في السنون. هنا السنون عاليه، هنا السنون واطيه شويه علشان خاطر برضو الحلل ولما تتحط في الجزئيه دي. تمام. هنا مكان السله، المعالق، الشوك، الكلام ده كله كده. يبقى هنا خلصنا الغساله من جوه. نشوف بقى البرامج، ولا اقول لكم انتوا الفيديوهات شكلها طويل عليكم، هنخلي البرامج في فيديو لوحده اشرح لكم بالتفصيل. لو عجبكم فيديو لايك وشير، قناة على اليوتيوب عصائر ميخ هنصور فيديوهات كتير